تخيل يا حبيبي ان احنا صحينا من النوم لقينا رابطه الانديه عامله قرعه بالذكاء الاصطناعي، تن ترارارن تن تن. ايه ده يا عم؟ ايه يعني ايه ربط الدوري من اقوى الدوريات اللي موجوده في المنطقه العربيه، نصحى من النوم نلاقي القرعه اتعملت؟ وقرعات انا مش عارف ايه يعني ايه التوجه منها؟ يعني انتوا عايزين ايه؟ عايزين الدوري البيراميدز؟ بقيه الفيديوهات بتاعتي اللي فاتت كلها بقول له اديكوا الدوري البيراميدز، عادي يا عم اديله الدوري، بس خليها ايه؟ خليها واضحه للاخر. انت دلوقتي بتقول لي ان بيراميدز هيصعد بالنقط بتاعته، والاهلي والزمالك والتسع فرق بتوعنا اللي صعدوا من الدور الاول للمجموعه ايه فوق هينافسوا على اللقب والاربع مقاعد الدوري ايه ابطال والكونفدراليه. نقدر نقول دلوقتي ان بيراميدز الدوري بيتجهز له على طبق من ذهب. انا كراجل اهلاوي انا مش متضايق، على فكره انا مش متضايق، وانتوا هتفتكروا كلامي ده الاهلي هيحط على اي حد، الاهلي هيحط على الزمالك وهيجي بيراميدز هيحط عليه. بس الفكره مش في كده، الفكره دلوقتي ان بقى في شغل بيتلعب من تحت الترابيزه، احنا نقدر نقول عليه ان هو الدوري بيتطبخ وبيتظبط عشان بيراميدز. احنا بقى كمشجعين او احنا كناس بنفهم كوره، انت كاهلاوي كزملكاوي كاسماعيلاوي كمصراوي كاتحداوي كراجل بتشجع شركات، انت راجل لو في مشجعين اصلا لبيراميدز هيبقوا واخدين بالهم ان الدوري السنه دي بيتطبخ على نار هاديه لبيراميدز. احنا يا جماعه لازم نبقى فايقين لحاجه زي كده، وان شاء الله هعمل لكم فيديو جديد عن التحليلات الجديده والفنيات الجديده اللي هنقدر نتكلم عنها. بس ما تنساش تديني المتابعه يا عزيزي، وما تنساش تديني اللايك والشير. احنا النهارده بنعمل مجهود عشان نوصل لكم المعلومات.